زيزو خلاص مش موجود في نادي الزمالك الموسم ده. زيزو خلاص مضى في نيوم السعودي. الموضوع خلاص انتهى. الزمالك عرض 50 مليون تقريبا على زيزو، لكن زيزو جاي له 170 مليون جنيه في الموسم الواحد. فطبعا العرض صعب جدا. زيزو خلاص انتقل لنيوم. نادي الزمالك هيستفيد من العرض انه هيبيع زيزو، وهياخد تقريبا كله على بعض حوالي 6 مليون دولار. يا مكان في يوم من الايام الزمالك كان عنده الثلاث لعيبه دول، احمد فتوح وزيزو امام عاشور، والثلاثه في سكواد واحد. هوب الثلاثه اتبخروا، هوب الثلاثه ما بقوش موجودين. واحد فيهم لبس تيشيرت النادي الاهلي الغريم بتاعك التقليدي، خد معاه دوري ابطال افريقيا اللي ما بتدخلش النادي، راح كاس العالم للانديه، خد دوري وكاس وسوبر، عايش في عز، عايش في عز وبتتفرج عليه وانت حزين جدا. التاني احمد فتوح ربنا يفك كربه ويفك سجنه، عنده مشكله كبيره جدا وممكن خلاص يبتعد عن كره القدم تماما بسبب عقليته. اما التالت فخلاص فضل نادي سعودي في الدرجه الثانيه عنك عشان الفلوس هناك اكتر، ورايح لنيوم السعودي. التلاته اتبخروا. انا عارف انك خايف كمان احسن زيزو يرجع على النادي الاهلي، يا ساتر يا رب، كوابيس كوابيس عند كل زملكاوي. صعبان عليا والله جمهور نادي الزمالك، صعبان عليا الجماهير اللي بتعاني بس من ساعه ما بدات تشجع كوره. امتى هتفرح؟ امتى بجد والله هتفرح؟ امتى؟ الموضوع بقى صعب. تقريبا الزملكاوي لو جه راجع شريط حياته مع الزمالك هيلاقيها دايما دموع دموع دموع. زيزو منزل كاتب كومنت ها من حوالي كام سنة، وكاتب ان هو عاشق للاهلي. ده انت احسن لعيب في مصر بجد بقى. زيزو مين اللي عاشق ليه؟ وريني. هو اللي اسمه زيزو زيزو ده اسمه زيزو زيزو. يعني ده مش اكونت ابن عمه مثلا، اخوه مثلا، حماته مثلا؟ مش ممكن يبقى اكونت حماته؟ ناس غريبه. وبعدين هو بيلعب فين دلوقتي؟ في الزمالك، يبقى عاشق للزمالك دلوقتي. لو لا قدر الله وده حصل وراح الاهلي بقى، ساعتها نقول لكم عاشق للاهلي وانا في العنايه المركزه معلق البتاع هنا هو، عشان ساعتها يبقى في جلطه وهنحتاج نذيبها. عندي غزاله، غزاله حمراء بتشرب ميه، ميه بيره. طب بما ان زوز ماشي بقى رجاله، عايزين نسمع الفيديو ده مع بعضنا ونكشف الخطه، لان خلاص ما بقاش في وقت، لازم نقول. انا دلوقتي بقول ان انا مش عايز ارجع مصر او انا بفكر في الاحتراف، لكن انا حطيت في موقف مثلا النادي الاهلي كلمني ولا حاجه، ساعتها الوضع يختلف، يعني ساعتها الوضع يبقى مختلف تماما. زي ما انت سمعت كده، زيزو كان اهلاوي وراح الزمالك عشان يفضي النادي من الفلوس، وتمت المهمه بنجاح، والزمالك ما بقاش لاقي ياكل وبقى لازم يبيع زيزو. فعرض نيوم ب 6 مليون دولار، هيروح الراجل هناك هياخدوا الفلوس، يجيبوا بن شرقي اللي مش لاقي النادي اليومين دول وبيدلل، ويرجعوا طارق حامد ال40 او يجيبوا ميدو ال40، ايا كان مين. طارق حامد تقريبا وقع في الدوري السعودي خلاص، فشوفوا بقى ناس في الخمسينات لان الاربعينات بقت مشغوله. انا مش عارف انت هتنفخوا في مين بعد النهارده بصراحه. وبعدين عايز اسال سؤال والله، ما زيزو كان بياخد كل الملايين دي ما شاء الله، يعني امال شيكابالا كنت بتديله مليون في الموسم ليه؟ مش ده الاسطوره؟ في حد عامل اسطورته كده برضه؟ طبعا انتوا مجانين بقى. ازاي يا جدع احمد السيد زيزو يمشي؟ ده جماهير الزمالك مأكده لي ان احمد السيد زيزو بيعشق تراب النادي. جدع ده زيزو من كتر حبه للزمالك اول ما بيخش النادي يروح معدي على الباترينا بتاعت ابو طارق اللي جوه، بياخد طبق كشري بيدفع 10 دولار حبا في النادي، وهو بقى مروح بعد التمرين بيروح واخد بطتين من حمام السباحه ودافع ملايين الدولارات. وده عشان يشجع استثمار النادي اللي هما بيبيعوا بط جوه على الاستثمار علشان يبقى فيه عقود رعايه للبط بعد كده نادي الزمالك. يا جدعان استقيموا بعقولنا. احمد السيد زيزو الموسم اللي فات لما جاله عرض برضه من الدوري السعودي، وبعد كده ما رضاش يقعد في الزمالك الا لما اشترط عليهم ان هم هياخد اعلى راتب في الدوري المصري، وكان العقد بتاعه معدي 30 مليون جنيه. طلعنا قلنا ان ده قاعد عشان الفلوس مش حبا في النادي. الناس طلعت قال لك لا ده بيموت في النادي، ده قاعد عشان يبقى اسطوره من اساطير النادي. الموسم ده بيحصل مع زيزو نفس الواقع. فريق سعودي برضه بيعرض عليه اسم نيوم السعودي، عرض عليه مبلغ ضخم قوي في الموسم، اشترط على نادي الزمالك ان انا مش هقعد الا لما ازود مرتبي. انا ما اعرفش المبلغ قوي، ولكن تقريبا مش اقل من 50 مليون جنيه في السنه. يعني احمد السيد زيزو عايز
زيزو والشياط في 100 عقر. جميل، انا عندي لك خبرين، خبر حلو قوي وخبر وحش قوي. رايي نبدا بالوحش عشان نحل بالحلو في الاخر. انا عايزك تمسك نفسك بس عشان ايه وما تعيطش. رسميا احمد السيد زيزو خارج حسابات نادي الزمالك وينتقل الى نادي نيوم السعودي. لا اجمد كده، ما تعيطش عشان والله انا كاهلاوي زعلان اللي زيزو هيروح الدوري السعودي. بس تعالى اقول لك اسباب انتقال زيزو في النادي السعودي. انتقال احمد السيد زيزو الى نادي نيوم السعودي 70% على موقع ترانسفير ماركت، واكتر من حد واكتر من صفحه زملكاويه موثقه طلعت واتكلمت على الموضوع ده، والمحللين اللي اتكلموا عن الموضوع ده وقالوا ان زيزو بنسبه 90% خارج نادي الزمالك والى نادي نيوم السعودي. ده يا عم اول خبر. والخبر الوحش ايه هو الخبر الحلو؟ مما ترتب على بيع زيزو هيجيلكوا فلوس، اداره نادي الزمالك هيخش لها فلوس. اول حاجه هتفك الكيد، تاني حاجه هتجيب صفقات، تالت حاجه هتنعنش النادي كده وهتعرف تتعامل. انت النادي ما فيهوش ميزانيه تجيب لعيب، النادي ما فيهوش ميزانيه تجيب صفقات. صفقه بن شرقي بتميل للفشل بسبب ان النادي ما فيهوش فلوس. فبيع احمد السيد زيزو هيساعد كتير قوي قوي قوي. وبناء عليه ان صفقه احمد سيد زيزو حوالي ب5 مليون دولار من نادي النيوم السعودي. بس انا كاهلاوي زعلان قسما بالله لانتقال احمد السيد زيزو لنادي النيوم السعودي. صفقة زيزو للنيوم السعودي في الدوري يلو الدرجة الثانية في السعودية صفقة حرفيا هتوقع الزمالك أكتر ما هو واقع، فإدارة الزمالك لازم ترفض العرض على طول حتى لو هتاخد كام في الصفقة، لأن لاعب زي زيزو شايل الزمالك هيكون صعب جدا 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 تعويضه، غير بقى إن كمان زيزو المفروض يرفض خطوة زي دي في مسيرته لأن مش هيديله أي إضافة حتى لو هياخد كام، إن هيلعب في دوري يلو الدرجة الثانية في السعودية، فدوري مش عليه اهتمام كتير زي دوري الروشن الدرجة الأولى، فخطوة انتقال مش هتفيد خالص أحمد السيد زيزو وهو يستحق عرض من فريق أحلى من كده كمان. فرحيل زيزو عن الزمالك هيأثر على الزمالك، وصفقة لزيزو في الملعب مش هتفيده بل انها هتفيده بس ماديا. وما تنساش المتابعة بقى، وسلام.